المعروف إنه الدراما فن غربي، وهذا صحيح إذا المقصود اختراع الكاميرا والتقنيات. بس إذا المقصود الحكاية فشهرزاد يلي وقفت الموت بالحكاية إلى رأي تاني، وشعراء الأطلال وخطباء الأسواق وقصاص الأحياء وأصحاب المقامات كمان إلهم رأي تاني. وهذا كله كان متخزن وناطر اللحظة يلي يعبر فيها عن نفسه. وإجت اللحظة، والسوريين مثل كل إخواتهم العرب استقبلوا التقنية ليحكوا من خلالها حكاياتهم. أبو خليل الأباني بدأ الرحلة على المسرح، وكان التجريب المدروس والجريء ميزة الدراما السورية، تجريب بالموضوع وبالأسلوب وبالإخراج وبالإدارة. ومع السينما والتلفزيون انطلق جيل الرواد من مقالب غوار مع دريد ونهاد لمرايا النقد والسرد مع ياسر العظمي، وراح التجريب بالكوميديا لمكان مختلف وحيوي مع هشام شربتجي. بس التجريب أخذ مدى بأعمال التاريخ والبيئة. حاتم علي أخذنا للزير سالم وأجواء القبائل، ورجع أخذنا للأندلس وعوالم المجد. وبسام الملا من أيام شامية لباب الحارة قدر يكرس نوع درامي سوري خاص هو البيئة الشامية. وهي الأسماء وهي الأعمال هي شيء من الكل، هي محطات من رحلة طويلة، ولما منستعيدها اليوم منستعيد مع الكل، مين غاب ومين حضر. بردتي يا ما لتدفيني، يا ما جعتي يا ما تطعميني، كم جوز جرابات رقعتيلي، وضاعت الترباية فيني. يا مو يا مو يا مو يا ست الحبايب، يا مو يا مو شامم ريحة إنك مو مصدقني يا أبو غوار. أنف بدري بيك أبو كلبشة لا يخطئ. قلت لك هربان هالمقصوف الرابي، شفت بعينك؟ شفت إنه غوار هربان من السجن. بس شو بدي أقول لك، أنا أبوه ومربيه، ولذلك يعني بدك ما تأخذنا. صحيح هو بيعمل فصول كتير، بس أهم فصل عمله معنا إنه خلانا نحبه.
والله كل ما حطيتوا راسكم على الوسادة. مساء ومساء الخيرات. بس لا هيك تخنت. شو القصة يا أبو حمدي؟ أنو قصة يا حبيبي؟ طولت علينا الغيب كتير وقطعت الحبل فينا بنص البير. والله يا أبو حمدي بنضل منذكر حكاياك القديمة لأنه حكاياك عليها القيمة. ايه بس الغريب يا جماعة انه حكايات ابو حمدي صحيح قديمة على العموم بس فيها معاني غميقة وبنت اليوم هي ما بتقدم بس شعبنا ما بده يتقدم. هلأ المهم شو ما كان بتضل حكاياته دمها خفيف وبتورجينا حقيقتنا دون تأييد. لك شو صلكن يا جماعة؟ شو صلكن؟ نحن جايبين أبو حمدي لتحكوا له أنتو، بدنا نسمع حكاياته وقريضة. لك معلش سيفو، معلش خليهم يفشوا قلبهم، لاني فعلا تاخرت عليكم عم بجمع الحكايه المهمه، لاني ما بحب احكي حكايه بلا طعمه. هلأ أبو حمدي قلي محضرنا شي ولا ناخد بعضنا ونمشي؟ آخ يا سلمى شي بحير. بدي أحكي عن الفساد بيعم وبينتشر وبيزداد، وإذا هاجمت يلي بيقبض رشوة بيتهموني بالظلم والقسوة، وإذا نقدت اعوجاج السلطة بيضايقوني رجال الشرطة. المهم والله يا ناس تغيرت طباع الناس حوالينا، وصار أكبر من فينا بزمر باللي يعطينا. دور هالمسرح فينا، دور هالمسرح فينا يا ترى تريد فينا. جساس هذا كأنه صوت الزير. جساس نعم يا مولاي هذا صوت الزير. هل أنت متأكد؟ نعم يا مولاي. لا هذا مستحيل. مستحيل أن يكون الزير. الزير مات وشبع موتا. مات وشبع موتا. الزير لم يمت يا جساس، ولن يموت ما دام هناك من غدر بأشرف من أنجبت العرب، كليب بن ربيعة. ومن أجل ماذا؟ من أجل الألقى؟ لا بل من أجل الكرامة. من أجل الكرامة يا سالم. وما قتلت كليبا، قتله بغيه وتجبره. وأنت ألم تبغي وتتجبر حين سلبته عرشه؟ ألم تبغي وتتجبر حين أذللت نساء تغلب؟ وهذا لعمري ثأر آخر وحق ما آمنت به العرب. إن ثأر كليب وحده يكفيني حتى لا أبقي من بني بكر صافر نار. الناس نسيت أيها السير، الناس نسيت. دعك من حربك هذه المجنونة وعد إلى موتك. هيا عد إلى موتك. الحرب ليست قرارك يا جساس، ليست قرارك. لقد اختار الناس الحياة على الموت يا سالم.
وإن أردتها حربا فنحن لها، نحن لها يا سالم، ولكن لن تجد أحدا يقف معك، لن تجد أحدا يقف معك. بل سيقف معه من كان معه في اللحظة الأولى، من آمن بحقه في الحب ولو تحول إلى حرب. يا جساس، الحرب، هذه الحرب وإن طالت فلا بد إلى زوال، ولن يبقى في ذاكرة العرب سوى الحب. امرؤ القيس، الحب، امرؤ القيس. خلصني. الله، منين جايب لي هالنص؟ منين جايب لي هالنص؟ ما عم ينحفظ معي. انت احلى، اعوذ بالله. لك ان شاء الله بتقبر قلبي الهي. انت مثل القمر. لكن منين جايبوا هذا الحكي؟ العمى والله زغنا ضريب. حورتوني انتوا اثنين. جهزتوا ولا ما جهزتي؟ دقيقة ها؟ ايه أنا جاهزة أستاذ. وانت شو صار معك؟ شو؟ جهزت؟ لا أنا تفصيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. 5 4 3 2 يلا. شو رايحة على اسبانيا انت؟ لك شلون بدي احكي هذا الحكي؟ بتعرفي انت اجمل شيء بحياتي. وانت احلى شيء بعمري استاذ. جمالك سحرني، رقتك اسرتني، انت حبي انت امل حياتي. انت حسيبك للزمن على الحوار. لك جميل. لك شو عم تقرا جريدة؟ انت عم تقرا جريدة عم تمثل. لك يا رجل عطية. لك شو بدي اعطيها؟ تنعطلتش انت وياها، هي بتنعطى هي. لك عطية مشاعر، عطية حس، عطية حتى. لك قدامك نجمة، هي نجمة المستقبل. لك تفرج عليها، ما عم تعرف تحكي. شو بك؟ خلص استاذ وسيم، انا بفهمه. بعد لك استاذ جميل، قصده الاستاذ وسيم انك تنسى انك مدير وانا سكرتيرتك، وتحاول انك تعتبرني حبيبتك وانت حبيبي. يعني استرخي، سلم نفسك الي، واعطيني مشاعر واحاسيس. والله بستاهل. مو تكرم عيني. بتعرفي انت احلى شيء بحياتي، وانت الحلم اللي تحقق بعمري، ولك ريتك ان شاء الله تقبر قلبي. ايه تعال قلك لك عضوي هوا استاذ.
هل نحن لقرطبة أم هي لنا؟ نحن لها بقدر ما هي لنا. لا ملكناها ولا ملكتنا، بل كنا وإياها نعيش في الحلم والخيال، ودليل الشعوب على قهر الفوارق. قد يسمينا المؤرخ ربيعة، فهل من شاعر يعدل قول صاحبه؟ الشاعر عالق في الشام حيث أخرجنا منها بالسيف، فما خرجنا منها إلا وقد حملناها معنا حتى أقمناها شاما شرقية في الديار الغربية. نعم، في كل تاريخ شعر، في كل وطن منفى. بلى، لقد كانت الأندلس وطنا منفيا، كانت دولة لاجئة كما لم يكن سواه، فإلى ما تصير؟ وما قد يتبقى منها ومنه إن انقضى ربيعه؟ تبقى الأسماء أو الحكايات. فليبقى الأثر يا ابن أبي عامر، أثر الروح على الحجر. بلى بلى، هو عالق في الشام، وعز الشرق أوله دمشق. الدراما السورية وصلت لمكان كتير غني، كتير، بس كمان قالت بدها تتطور، وبين حارة كل مين ايده إله وحارة الضبع كمان اتطورت الدراما السورية ووقفت بمكان يمكن كتير بعيد. قالوا لا، لازم نرجع مشان نفكر بالإنسان ونعرف شو بده وهواجس الناس ونعرف شو بدها. قاموا آمنوا بالتدريب وبالتجريب وبالاطلاع على تجارب الآخرين. يا ترى نحن الدراميين شو بدنا؟ بدنا نغير وجه التاريخ؟ بدنا نغير خريطة العالم؟ لا، نحن بدنا نلامس قلوب الناس، قلوبكم، ايه، لأنه قلوبكم بالنسبة للفنانين السوريين هي وجه التاريخ وهي خريطة العالم أيها الناس.
أنا مشحر أنا يا سيدي حالي تعبانة ناس طفرانة المدد يا سيدي بليلة بلبلوكي وبالليل سلقوكي وبالنهار باعوكي وعلى فعاليات جوي أووردز عزموكي واللي مهندسة معالي المستشار تركي آل الشيخ طال الله عمره. بليلة بلبلوكي وعلى أحلى عروض ورجوكي يا عزيز تبعت لكل مين عم يتفرج علينا الصحة والعافية وألف ليرة إنجليز. بليلة بلبلوكي. يا ناموسة وينك يا ناموسة، شفتك يا صرصور ماشي عم بتدور، جيتك يا دبانة لخرب بيتك يا دبان، ويا البقة جايتك هالدقة يا لطيف. شو هالشوفة اللي بتفرفح القلب، الحبايب كلهم هون ما شاء الله عليك يا ابو ناصر. ما في حد ما عنده مستحيل، ما باقي غير يطلع لنا مايكل جاكسون من قبره. السلام هاي I am Anonymous. I am here everything يعني أنا الزعيم والعقيد ما مستعدين نقول المستشار، بخاف ما ناكل أكلي. يا لطيف شو هالسعودية هي، الله يزيد ويبارك يا رب. قولوا آمين. ايوه أهلين أحلى أبو غالب. هلا والله حي الله. اي والله ولعيونك هالرابع شداده. اي والله شداده. اهلين احلى ابو غالب. أهلين بالنمس. شو نمس؟ مو على عادتك مربي دقنا. اي والله. إيه بس أنا من زمان كنت شوفك من بعيد بدون دقن فكرك حرامي. وانا كنت شوفك من قريب فكرك رجال. معناتها بدك تخسرني كصديق ولا؟ سيدي خسارة علي للأصل مكسب. يلا روح. وينكم يا على هذا الضبع؟ ولي يا على اتصالات. دقيقة يا جماعة، والله أنا مالي أدران مالي حين، أنا بدي ألحق أروح لعند فوزية إجلي للجليات واغسل الغسيلات واحمر الكوسعيات وبعدين بلحقكم. انتوا خذوا راحتكم بس لا تكسروا كل شيء. وينو هسه هيك انت وياه شو؟ هسه هيك من خلقتي. ايه لا هيك كتير. شو بدي لك اخي معتز؟ قول عصام قول قسم ونغنشني. معقولة ضيوف عنا هون بنص الحارة ودايسين بساطنا وانت لهلا ما ذبحت لهم خواريق؟ ولك لك ابو شوكت شو بدك يعني اعمل؟ ايش كانوا ضيوفنا هن الخواريق. يا خسارة يا اتضرب منك قلب يا القزم. رجعك عصام، رجعك معتز، مو هيك بنحكى مع رجال. وين عقيدكم؟ لسه طالعه والناس بجيب معطلين. ابو النار صلي على النبي. اللهم صل على النبي. نحن كلياتنا مع بعض وكلياتنا قلوبنا على القبضايات اللي قلبها على البلد وسيفها على العدا. شو معناتها الحكي؟ أنا بقول لك شو معناته هذا الحكي يا قبضاي. هذا الحكي معناته انه الفرنساوي ناوي علينا وابن الشام القبضاي ابو النار مو فارقه معه عم بيروس له الخيط. يا باطل روقنا يا باطل. شاب تأمر ابو عصام. ابو النار عندي، هذا عند الحزه واللزق من اصل. عند الجد حارته واهله مثل اهلنا وحارتنا، صح لما لا؟ تنخلع هالرابه قبل ما ينخلع باب حارتكم. هذا هو عشمنا فيك يا ابو النار، لك يسلم لي البطن اللي حملها. هلا ما حطينا ايدينا بيدين بعض رح نحمي الحاره واهل الحاره. الله يحيي العظيم. ما دام وصلت القصة لحارتنا وبابا
نحن النسوان ما رح نقعد نتفرج. ايدنا بايدكن ندافع عن حارتنا كلياتها، حارتنا كلياتنا. النسوان اللي صانت بيوت الحارة من جوا قادرة بعون الله انه تصونها وتحميها من برا كمان وبايدكن. شباب الحارة اولادنا ورجالها اخواتنا وما رح نسلمهم للغريب. بيقولوا الارض بتحارب مع اهلها، كيف بدكن يانا نقعد بالبيوت وما نحارب معكن؟ عشت كل عمري خرسة والحمد لله الله شفاني ورجع لي صوتي، ومستحيل اخسره مرة تانية، وخاصة بكلمة الحق. قولوا الله يا رجال. يا محتل وارحل عنا، يا محتل وارحل عنا، الموت والبارود حنا، الموت والبارود حنا، يا محتل وارحل عنا، يا محتل وارحل عنا، الموت والبارود حنا، الموت والبارود حنا. الشام شامنا، لو الزمن ضامنا يا رجال. يا سامعين الصوت والحاضر يعلم الغايب. نحن باب حارتنا منسكره بوش كل طامع ومعتدي، ومنفتحه لكل محب وكل أخ مشي بالطريق الصح معنا، من حارة كل مين إيده له لحارة الضبع وشكلين ما بنحكي. تفضلوا.